مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المقهى الثقافي. معنا اليوم الأستاذ إسلام شفيق، مدير أخبار القناة الفضائية مصر 25، لنتحدث عن دور الإعلام العربي بين الحيادية والفتنة في ظل انتشار القنوات الفضائية، وأيضا في انخفاض الرقابة على المحتوى الإعلامي. أستاذ إسلام، نرحب بيك معنا في المقهى الثقافي. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. الأول نحب نعرف رأي حضرتك إيه في دور الإعلام عامة؟ دور الإعلام في المشهد المصري ولا في المشهد العربي كله في ولا المشهد العالمي؟ يعني في المشهد العالمي نعمم كله. الموضوع بالبداية. لو اتكلمنا على العالم كله ولا على المنطقة العربية، نبدأ بدور الإعلام. إيه هو دور الإعلام من رأي الإعلام حضرتك؟ المفترض إن هو دوره ليه أكتر من دور. طبعا ليه دور إعلامي اللي هو نقل الأخبار، وليه دور تثقيفي اللي هو نقل ثقافات وحضارات العالم للناس. ليه دور توعوي، التوعية بالمخاطر وبالمشاكل، مثلا على سبيل المثال الأمراض المحتملة، الكوارث الطبيعية المحتملة، زلازل وراكين. ليه أدوار تانية غير التوعية، منها كمان بيعمل حاجة زي اسمها الأجندة سيتنجز للجمهور، يعني بيرتب أولويات. دي جزئية الحيادية اللي احنا كنا هندخل نتكلم فيها. فلا هو ليه أدوار كتير طبعا. أهمها دلوقتي أو أشهرها على مستوى العالم كله هو الدور الإخباري أو الإعلامي نفسه، إن أنا بعلم من الجمهور، بنقل أخبار العالم واللي بيحصل في العالم كله للجمهور طبعا المستهدف بتاعي. طيب، من هنا حضرتك كنت بتقول ان دور الاعلام او في دور من راي حضرتك ان هو يكون في اجنده سيتنج، او اللي هي الوضع الاجندات الخاصه بايا كان. وحضرتك قلت برضو حاليا دور الاخباري، فمش ده متناقض شويه؟ يعني الدور الاخباري او الدور الحقيقي كان للاعلام ان هو يوعي الناس او ان هو يخبر الناس. هو الاخبار ان انت بتخبر الناس بالخبر بكل حيادية، يعني انت بتنقل الخبر بكل الزوايا بتاعته وتترك الحكم للمشاهد او المتفرج. يعني من رأي حضرتك ان الدور ده، دور الإخباري ده، يتناقض مع دور وضع الأجندات الخاصة؟ هو طبعا أكيد. هو يمكن أنا بس حطيت الأجندة سيتنجز على أساس إنها دلوقتي بقت هي الغالبة على معظم أعمال أو الشغل الإعلامي عموما أو وسائل الإعلام، بس هي أساسا مش من ضمن أهداف الإعلام. هي للأسف ظاهرة من مظاهر اللي نتجت دلوقتي عن الممارسات الإعلامية الخاطئة. إيه بقى؟ إيه اللي ظهرها؟ يعني لماذا ظهرت هذه الظاهرة يعني مش عارفة أوصفها بإيه بالظبط. هقول لحضرتك على حاجة. هو في الأصل الإعلام المفروض ان هو ما يكونش ليه هدف، ان هو يكون المفروض ان هو محايد. للأسف ما فيش وسيلة إعلام في العالم كله النهاردة محايدة. يعني لو اتكلمنا مثلا ابتداء من الديمقراطيات الراسخة والوسائل الإعلام الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها، أسماء ضخمة ورنانة وقوية في الإعلام، على أرض الواقع هي مش محايدة. يعني مثلا لو اتكلمنا عن وكالة الأنباء رويترز، مثلا عن أسوشيتد بريس، عن يونايتد بريس، بالفعل كل الوسائل الإعلامية. مفيش وسيلة إعلام محايدة. بدليل إن احنا لما بنمسك خبر خبر واحد بعتاه رويترز وأسوشيتد بريس ويونايتد بريس ومثلا وكالة الأنباء الفرنسية AFP، اي وكاله، ونمسك نفس الخبر ونقارن بين الوكالات، هنلاقي ده ملونه، وكالات او قنوات او جرايد، هنلاقي ده متلون بشكل معين وده متلون بشكل معين وده متلون بشكل معين. وسائل التلوين طبعا كتيره، منها التدخل المباشر بالراي، منها التفسير، منها اعاده ترتيب عناصر الخبر، منها حاجات كتيره جدا بتتلون بيها طبعا المشاهد او القارئ او المستمع، عشان برضو ندخل الاذاعات في القصه. بيبقى مسكين مش عارف ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتقدم له، فهو بيقرأ الخبر مش عارف ان هو بيتعاد بيه ترتيب اولوياته من غير ما يحس. هي نظرية سهلة جدا اسمها نظرية دس السم في العسل طبعا. فانا بديك عسل طعمه حلو قوي جميل بس مليان سم، فانت بتستمتع بطعم السم وانت بتاكله، فهو بيأذي جسمك. فهي نفس الفكرة. طب ده يؤدينا ان دور الاعلام كده ابتدى، يعني دور الإعلام الحقيقي بدأ
في الاختفاء، يعني قد نقول لا هو لازال يؤدي دور، يعني لازال يؤدي جزء من دوره، بس ولكن ابتدى يغلب عليه الاجندات. جزء. طيب ايه اللي ساعد على ده؟ يعني ايه اللي ساعد على انتشار يعني او اختفاء دور الاعلام الحقيقي وانتشار الاجندات او الاجندات؟ عشان نوضح للمستمعين بس ان الاجندات ديت اللي هي وجهة نظر المؤسسة الإعلامية التي تنقل الخبر. طيب خلينا نبتدي من البداية. أساسا هو المفروض أن أنا بأعلم ليه الإعلام، يعني ليه الإعلام اتحول من كده إلى كده. هو مع نشأة الإعلام أساسا من بدايته ما كانش محايد 100%. يعني عايزين نقول حاجة تانية، أنا عايز أوضحها بطريقة تانية. في حاجة اسمها نظرية وحاجة اسمها تطبيق. مفيش نظرية في العالم بتطبق 100% زي ما هي، ولا حتى النظرية الإسلامية. حتى النظرية الربانية، الرسل السماوية اللي نزلت علينا من السماء، سواء مثلا المسيحية أو اليهودية أو الإسلام، اللي هي الحاجات اللي هي ربنا منزلها، ما اتطبقتش زي ما ربنا عايز أكيد، ولا حتى في عهد هي ده لسبب يعني النفس الأمارة بالسوء زي ما لسبب عموما البشرية، يعني هنقول لسبب البشرية، يعني ليست أخطاء يعني في المحتوى نفسه أو في الحاجة اللي احنا بنتكلم عليها. يعني أكبر وسيلة إعلام عندنا في العالم كلها وفي الدنيا كلها من يوم ما ربنا خلق الدنيا لغاية النهاردة هي القرآن الكريم. القرآن الكريم دي وسيلة إعلام ضخمة كبيرة جدا، فيها رسالة وهي نفسها وسيلة وفيها كل حاجة. هو ربنا أعلمنا في القرآن بكل حاجة، يعني فيها أخبار، فيها قصص، فيها فيتشرز، فيها يعني كل وسائل كل المواد التحريرية اللي احنا بنستخدمها، او فيها توك شو، فيها كل حاجة. بس هي مع الاختلاف طبعا المقارنة يعني لا انا مش بقول، انا بقول مثلا، انا بقول ده مثلا بس لأن القرآن ده عمل رباني فخالي من شخصية كاتبه. اما اي وسيلة اعلام في الدنيا، لان احنا بشر فبيدخل فيها شخصيتنا بشكل او باخر. يعني انا قاعد بتكلم معاكي دور الاعلام يعني الاساسي موجود، ولكن عشان استخدام البشر ليه بيحرف بطريقه، اذا احنا ما ينفعش نقول او ينفذ بطريقه مختلفه. بالظبط. يبقى اذا احنا ما ينفعش نقول ان احنا وعندنا وسائل اعلام مثلا ما ينفعش نقول ان احنا نقول في وسائل اعلام محايده وما فيش وسائل اعلام محايده. لا، هو احنا اللي نقدر نقول عليه محايد دلوقتي هو احسن الممارسات يعني السؤال يبقى ما هي احسن الممارسات الاعلاميه حيادا. فاقدر اقول لك مثلا اصل الحياه حياديتها بنسبه 80%، بس كذا بنسبه 70%، بس في 100% حياد. ما فيش 100% حياد في العالم كله، حتى في الديمقراطيات الراسخه زي مثلا امريكا، بريطانيا. معروف مثلا في امريكا ان نيويورك تايمز مثلا جريده CIA، وان واشنطن بوست جريده البيت الابيض. فما عندناش حاجه اسمها حياد في العالم خالص. سنتحدث عن غياب المسؤوليه لدى العاملين بهذا المجال، ولكن سنذهب الى فاصل قصير ونعود مره اخرى ونستكمل حديثنا. اتفضل. قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، إياك تخاف لحظة ندم. قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، قول يا ألم، إياك تخاف لحظة ندم. واصرخ ولم الناس، افتح لنا الكراس، واصرخ
جبين العرقانين، وازرع سطوري سنابل تطرح في أرض الفلاحين. اجعل كلامي أنامل تمسح جبين العرقانين، وازرع سطوري سنابل تطرح في أرض الفلاحين، وابذر حروفي أنابل تصبح حصاد الجبار. مستمعينا الكرام، وعودة مرة أخرى إلى المقهى الثقافي، وما زلنا نتحدث عن دور الإعلام العربي بين الحيادية والفتنة في ظل انتشار القنوات الفضائية، وأيضا في انخفاض الرقابة على المحتوى الإعلامي. وما زال معنا الأستاذ إسلام شفيق، مدير أخبار القناة الفضائية مصر 25. أستاذ إسلام، نرحب بيك مرة أخرى في المقهى الثقافي. أهلا وسهلا. نستكمل حديثنا عن غياب المسؤولية لدى العاملين بهذا المجال. هل من حضرتك تعتقد أن يعني كنا بنتكلم في الأول على أن دور الإعلام رئيسي ومعروف، ولكن استخدام الأشخاص ليه هو الذي غير تطبيقه أو غير من تطبيقه؟ فهل ده هو علشان ما نظلمش الأفراد لوحدهم، هي المسؤولية لازم تبقى مشتركة ما بين الفرد والرأس المال. هنا مشكلة كبيرة جدا. عشان كده لما بنيجي حتى نتكلم في أبحاث الإعلام في كليات الإعلام بنتكلم عن نمط الملكية، ودي حاجة مهمة جدا في وسائل الإعلام. زي ما احنا عارفين مفيش وسيلة إعلام بتكسب لوحدها إلا إذا كانت بتقدم مضمون ترفيهي. يعني قنوات الأفلام مثلا هتلاقيها بتقدم مضمون ترفيهي، بتاخد إعلانات وبتكسب. بس وسيلة إعلام إخبارية صعب إنها تكسب أوي، يعني صعب إنها لازم تمول. حتى مثلا عندنا أكبر وسيلة إعلام إخبارية في العالم هيئة الإذاعة البريطانية اللي هي BBC، بتتمول من ميزانية الدولة. دافعي الضرائب في بريطانيا هم اللي بيمولوه، لأنها ما هتصرف منين؟ أكيد أي جهة محتاجة تمويل. طيب يبقى إذا احنا ربطنا ما بين نمط الملكية والمسؤولية الفردية هنلاقي الاتنين مسؤولين عن القصة. طيب أنا كإعلامي، أنا كصحفي أو كمدير أخبار أو كده، أنا اشتغلت مثلا، لو اشتغلت في أي قناة والسياسة التحريرية بتاعت القناة اللي هي مبنية على نمط الملكية بتقول ان القناة دي مثلا ولنفرض انها مثلا مؤيدة لتيار معين، خلاص، وانا جيت اشتغل في القناة ديت وطلبت منهم من day one ان انا مش هشتغل حياد، ان انا مش هشتغل تأييد، انا هشتغل محايد. طب هل القناة هتقبل؟ طب لو انا استمريت على ده في ظل وجود كل قنوات مسيسة او واخدة اتجاه معين، طب هل هلاقي شغل؟ طيب مش هلاقي شغل، هعمل ايه؟ مش هشتغل. طب اذا بالتالي انا لما بدخل بحقق حاجة اسمها الحياد الموضوعي. الحياد الموضوعي ده نابع من ايه؟ لو انا مثلا بمعنى الاول الحياد الموضوعي ده دي نظريه صعبه شويه، زي يقول لك الاسلام الكافر مثلا. يعني ازاي ممكن الواحد يقدر ان هو يعني هل تقصد ان الواحد يحاول استخدام ما لديه ان هو يعني ينتج بيه على افضل نتيجه ممكنه يقدر عليها من خلال المكان ده، ولا بالظبط؟ هو انا بحاول ان انا على قد ما اقدر وانا شغال في المكان ده ان انا ابقى محايد من وجهة نظري على الاقل، اللي هي اساسا مش محايدة. خلي بالك ان انا ممكن ابقى مش محايد انا كمان. فدي قصة تانية. طبعا الطبع البشري غالبا بيغلب عليه رأيه الشخصي. يا اما عندنا تيار، يعني مثلا لو احنا يعني خدنا مثال على الواقع المصري او على الازمة الليبية مثلا، على ايام الازمة الليبية او على ثورات الربيع العربي مثلا، فهنلاقي قنوات تتبع مثلا، هنلاقي الجزيرة مثلا قناة غير محايدة من وجهة نظر بعض الناس، ومن وجهة نظر الناس محايدة جدا، ومن وجهة نظر الناس منحاسة جدا، خلاص. هنلاقي العربية نفس القصة، وهنلاقي القنوات المصرية مختلفة، وهنلاقي CBC والقنوات الخاصة في مصر مختلفة. وللأسف جميع القنوات الإعلامية أو جميع الوسائل الإعلامية كلها متبنية للأسف. الوضع الحالي في مصر وضع سيء جدا، أو تتبع هوية الممول. بالظبط، وضع سيء جدا. احنا دلوقتي للأسف الجزيرة بدأت عدم المهنية من سنة 96 تقريبا، دي أول ما نخترع عدم المهنية الجزيرة، قناة الجزيرة. خلي بالك إن أنا بفرق ما بين حاجتين، الاحترافية والمهنية. الاحترافية يصنعها المال،
معايا فلوس كتير هعرف اعمل قناه كويسه، هعرف اعمل استوديوهات على اعلى مستوى، هعرف اعمل مراسلين، شبكه مراسلين، هجيب SNG، وهجيب يعني هجيب خدمات اخباريه متنوعه، التقنيات هتكون عاليه جدا، وهطلع بصوره رهيبه على الشاشه، وهطلع بجورنان فخم جدا ومطبوع كويس قوي وامكانياته حلوه قوي، وهطلع باذاعه غنيه جدا، ماشي. بس في النهايه المهنيه حاجه والاحترافيه حاجه تانية. المهنيه لا يصنعها المال، المهنيه يصنعها الافراد المهنيين، الاشخاص نفسهم، الصحفيين، الاعلاميين المسؤولين عن المهنه ديت، اللي هو لا يسمح بان هو يبقى غير محايد. لما بيصطدم بعض الاشخاص، وده حصل لي في بعض الاماكن، مع عدم مهنيه، بيقدم استقالته. دي مشكله كبيره جدا. ليه بقى؟ للشخص اللي بيحمل مسؤوليه. طيب لو اصطدم بحياد موضوعي ممكن يمشي حاله. يعني ايه حياد موضوعي؟ يعني مثلا انا شغال في قناه مصر 25 اللي هي قناه الاخوان، في اطار ايه؟ في اطار هجوم شرس وحمله كبيره جدا على الاخوان المسلمين، ومن مش بس من القنوات اللي هي ينسب اليها انها قنوات الفلول، ولكن من كل المجتمع. طب انا في موقف سيء جدا، اعمل ايه؟ انا مش اخواني. حضرتك عملت ايه؟ اضطريت ان انا انحاز للشرعيه. يعني انا اديكي مثلا، في احدى القنوات العربيه اللي هي ذات لايسنس امريكي، اللي هي CNBC عربيه مثلا، انا اشتغلت في CNBC عربيه. اول ما قعدت مع رئيس القناه، كان استرالي من اصل انجليزي تقريبا، اسمه وارد ادموند. وارد قعد معايا قال لي احنا هنشتغل، انا عندي هاجس لان انا مصري ان دي قناه امريكيه CNBC نتورك امريكيه. فقلت طيب احنا هنشتغل في منطقه عربيه، وده بان عرب، مش تلفزيون مصري بقى، ده تلفزيون عربي. فانا هكتب الفلسطينيين لما يعملوا هجمه على اليهود هعمل ايه؟ هكتب ايه؟ طب في العراق لما يهاجموا الجيش الامريكي، طب هكتب ايه؟ فانا سالته على طول. حتى هو كان من الذكاء ان هو يعني ان هو قبل ما امشي قال لي طيب مش عايز تسال سؤال؟ قلت له عايز. قال لي انا حاسس انك عايز تقوله. قلت له ايه؟ قال لي الحياد والموضوعيه. قلت له سياسه القناه ايه؟ قال لي سياسه القناه الحياد. قلت له لا، ما هو الحياد ده ليه 1000 معنى، الله يخليك اديني معيار اقيس بيه الحياد. فقال لي احنا هتبقى معاييرنا هي مواثيق الامم المتحده. قلت له انا موافق. رحت اول خبر بكتبه في اول نشره كان نجحت المقاومة الفلسطينية في تفجير شاحنة جنود يهودية أو إسرائيلية في معبر كذا. فأنا كتبت المقاومة، لقيته بعت لي يقول لي في إيه؟ كتبت المقاومة ليه؟ قلت له بقول لك إيه، إحنا مش متفقين على الحياد؟ قال لي بس ده مش حياد، اكتب المسلحين الفلسطينيين علشان تبقى محايد. أنا لو قلت لك اكتب إرهابيين ولا ينفع تكتب مقاومة، فاكتب مسلحين. قلت له لا، احنا مش اتفقنا على مواثيق الامم المتحده؟ قال لي قلت له مواثيق الامم المتحده بتقول ان اي عمليات عسكريه تجرى تحت اي احتلال تبقى مقاومه شعبيه، مقاومه رسميه ومشروعه للشعب المحتل. قال لي غلبتني، اتفضل. ومن يومها CNBC عربيه بتكتب المقاومه الفلسطينيه، ما بتكتبش لا مسلحين. يعني كان لحضرتك دور فعال في تثبيت الحيادية في مكان. هنا برضو نفس المنطلق انا بشتغل بيه هنا في قناة مصر 25، اللي هو ايه؟ انا عندي رئيس منتخب، بغض النظر هو مين، هو مرسي ولا البرادعي ولا حمدين ولا مين. الديمقراطية بتقول ان لازم اول رئيس منتخب يكمل مدته وبعدين انزله ويطلع مكانه رئيس منتخب تاني. انا يهمني اوصل لغايه النقطه دي اللي هي 4 سنين وشهر. انا عندي هطمن على مصر، انا كشخص بقى مش اعلامي، انا هطمن على مصر لما اول رئيس منتخب فيها يسيب السلطه بعد 4 سنين. ده اللي انا عايز اعمله. فاذا انا هدعم الرئيس ده مهما كان ايه الهجوم اللي عليه. فانا دعمت الرئيس وما دعمتش الجماعه. طيب هسأل حضرتك سؤال.
من رأي حضرتك كإعلامي تؤيد الحيادية أم تؤيد الحيادية الموضوعية زي ما حضرتك بتقول، أو الحيادية اللي حضرتك قلتها إيه؟ أنا الحياد الموضوعي. الحياد الموضوعي. هل حضرتك بتؤيد الحياد الموضوعي يعني مشي أمورك يعني بالأجندة اللي أنت ماشي فيها؟ لا ولا الحيادية التامة؟ لا، مشي أمورك لا، لأن أنا مع إن أنا استقيل وجوع، ولا إن أنا أخد مرتب من مكان بيخليني مش محايد. ده رأي حضرتك المهني والشخصي طبعا. طيب وخلي بالك ان الحياد الكامل ده يوتوبيا الاعلام، ده مش موجود خالص. اكيد. بس يعني بما ان حضرتك احدى المسؤولين عن قناة منحازة او واخده موقف او دور يعني دعائي اكتر من هو اكتر من ان هو دور يعني حيادي، رد حضرتك ايه على ده؟ يعني ده حضرتك من المسؤولين عن القناة دي. انا المسؤول عن الاخبار فيها. في ميزة في الخبر مش موجودة في اي مواد اعلامية اخرى. الخبر ملوش وشين. لا ليه طبعا. لا ليه كل شيء ليه وجه. كل شيء في الوجود له وجهان. لا، الخبر المجرد ليس له وجهان. تعالي نرجع، ده حاجة أنا عملت فيها ماستر في كلية إعلام، وحاليا بعمل فيها الدكتوراه في نفس التخصص ده، اللي هو تجريد الخبر المجرد. ففي ميزة في الخبر إنك أنت تقدري تجرديه، والخبر المجرد ده لا يختلف عليه اتنين، مفيهاش كلام، لأن هما في 7 عيوب في الخبر، لو شلناهم من الخبر بقى الخبر مجرد. يبقى احنا ما عندناش غير خبرين، خبر مجرد وخبر ملون، مفيهاش كلام. الخبر المجرد ما يخلو من 7 عيوب. طب الخبر الملون هو اللي فيه 7 عيوب، اللي هم ايه؟ اللي هي التدخل المباشر بالرأي. يعني يجي اقول لك ايه، نجحت لقيت واحد سوداني مره كاتب لي الخبر ده على فكره، نجحت الضغوط الدوليه في اقناع الحكومه السودانيه بقبول ادخال مشرفين او مراقبين دوليين لاقليم دارفور. قلت له تعالى يا ابني، تعرف علشان توصل للحكم ده او الرأي ده عايز ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له عايز 20 باحث يقعدوا يشتغلوا 2 سنين علشان يوصلوا ده. هل الضغوط الدولية فعلا هي اللي اقنعت السودان بادخال مراقبين دوليين؟ يا ابني ازاي تقول الكلام ده؟ لا تدخل مباشر بالرأي. ده المحرر بتاع رويتر بيضحك عليك وبيستهبلك وبيقول لك، بيحط لك رأيه في الخبر، وانت بكل بساطة بتاخد كلامه وتحطه في الخبر. ما هو هنا مشكلة تانية، القائم بالاتصال. مشكلة القائم بالاتصال عندنا اللي هو الصحفي او الاعلامي انه مش واعي، وغالبا ما بيجي من خلفية مش اعلامية، وحتى لو جه من خلفية مش اعلامية بيجي ساعات بيبقى ضعيف، هو مش مؤهل اساسا لتجريد الخبر نفسه. دي كارثة. احنا كده قلنا اول مشكلة هي التدخل المباشر. عندنا التدخل المباشر بالرأي، عندنا اعادة ترتيب عناصر الخبر. اعادة ترتيب عناصر الخبر. يعني قلت الاول التدخل بالتفسير، التدخل المباشر بالرأي. ان انا ادخل اقول رأيي زي نجحت الحكومة الضغوط الدولية. مين اللي قال ان الخطوط؟ انا قلت له يا ابني قول كده، قررت الحكومة السودانية قبول ادخال مراقبين دوليين لاقليم دارفور. مالكش دعوة بقى، حتى لو هو صح، حتى لو الضغوط فعلا نجحت في كده، انت مالكش دعوة، انت محايد، انت انقل الخبر زي ما هو. الجزء الثاني عندنا التدخل المباشر بالتفسير، زي اقول مثلا أصدر الرئيس باراك أوباما قراراً بقطع المعونة الأمريكية عن مصر، أو تعليق المعونة الأمريكية لمصر لمدة مثلا 6 أشهر بسبب نفسها ان هو يفسر الخبر حسب بسبب ايه ايا كان النقطة كذا الثالثة. عندنا التفسير، عندنا التحليل، ادخل احلل الخبر مباشر، ادخل في الخبر اعيد ترتيب عناصره. ترتيب عناصره بمعنى يعني بمعنى مثلا لما اجي اقول انا هحط في ايه في بداية الخبر، هحط القائل ولا مقول القول؟ ما عندنا من يقول ماذا، من يقول ماذا، متى، فاكرة الفايف كويستشنز كنت اعلام؟ طيب يبقى درست الفايف كويستشنز ماشي. ممكن لو عدت ترتيب عناصر حطيت بس تختلف وسيلة الكتابة، بس المهم ان هو في الاخر يذكر
جميع النقاط، يعني يذكر من يعني لما يجي مثلا الرئيس، أين. انا هديكي مثلا على الرئيس مرسي لما راح ايران وقال تردى على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم هناك في ايران، فيجي واحد يكتب لك يقول لك ايه، يقول لك من ايران، من طهران تردى الرئيس محمد مرسي على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايه خطبته، صح؟ طيب واحد يقول لك تردى الرئيس، ما جيبش من طهران، هو جاب المكان قبل القول في الاول، قال من طهران تردى الرئيس، ده ليه دلاله، يبقى هو بيلون الخبر. ده مؤيد، دي آراء، بصي يعني ده هي مؤيد، دي آراء، بس لا يعني مش هي آراء، لا بتختلف في صيغة أكاديميا في مهنية كتابة الخبر، دي مش آراء. أنا لما أحط المكان قبل القول، هو طبعا عشان هو رئيس، المفروض رئيس جمهورية، فالمفروض ان هو كشخصية مهمة يذكر اسمه خلينا نقول لا خلينا نقول طب ما هو الخبر. الخبر هو ما حدث. ايه اللي حصل في إيران يا جماعة؟ شارك الرئيس محمد مرسي في أعمال ايه؟ هي قمة عدم الانحياز. لا بصي، هي دي المشكلة بقى. اللي حضرتك قلتيه ده هو المبرر التي تقوله كل وسائل الإعلام لتلوين الخبر. الخبر المجرد معروف عناصره وترتيبه، ووسائل التلوين ما تكونش فيه من ضمن وسائل التلوين إضافة خلفيات. بعد ما يخلص الخبر خالص يذكر أن، يكتب لك الخبر بتاع السودان زي الفل، ويقول لك قررت الحكومة السودانية الموافقة على إدخال كذا 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 كذا. خلاص الخبر مجرد اهو جميل وحلو وتنبسطي، ويجي في الاخر يحط لك يذكر ان المجتمع الدولي كان قد مارس ضغوطا على الحكومة السودانية لقبول. هي خلفيات، لكنه تمام، قبول إضافة خلفيات لخبر. مش هندخل في موضوع أكاديمي في الكلام، ولكن أنا عايز أقول إن من خلال اللي انا بقوله ده كله، ان مفيش ان سالتيني سؤال انا طلعت منه الموضوع. كنت هرجع لحضرتك دلوقتي، بس احنا هنقول النقطه الاخيره في ال7 نقاط. احنا كده ذكرنا 6 احنا نقاط قلنا تقريبا. احنا قلنا اعاده ترتيب العناصر الخبر، وقلنا كان فيها التحليل تجهيل المصادر. اقول ايه بقى؟ اقول علمت الجزيرة من دوائر قريبة الصلة برئاسة الجمهورية في مصر أن كذا. هي أحيانا بيكون ده مذكور لسرية المصدر، يعني لا طبعا بس طبعا يعني لا هي في لا يعني هو مهنيا موجود يعني سرية المصدر، ولكن ده ليه أسبابه. ولكن للأسف برضو نرجع تاني إن الطبع البشري بيتغلب على إنه بياخد القاعدة الأساسية اللي هي محطوطة أساسا لغرض كويس ويحرفها لغرض شخصي. بالظبط. طيب نرجع تاني للسؤال، إن حضرتك من المسؤولين عن قناة مصر 25، وهي ممولة أو قناة تتبع هوية الإخوان، وهي معروفة بأنها من القنوات المنحازة لرأي الهوية التي تتبعها. دور حضرتك إيه في هذه القناة وكيف تتعامل مع هذا؟ يعني حضرتك كنت بتقول أن أنت مشجع للحيادية التامة. كيف حضرتك تتعامل مع هذه الجزئية في عملك؟ ما أنا هقول لحضرتك في حاجتين. أولا أنا مدير أخبار فيه، وبالتالي أنا عندي ميزة ما بيقدرش يقع فيها مدير البرامج، ما بيقدرش ياخدها أو يحصل عليها مدير البرامج. مدير الأخبار عنده ميزة إن هو يقدر يوصل للحياة بسهولة. خبر أجرده أجيبه زي ما هو، بمعنى أنا يجي المراسل يقول لي حصل إيه في التأسيسية النهاردة، أقول له حصل إيه في التأسيسية النهاردة، فيكتب لي خبر يقول لي إيه، اجتمعت اللجنة التأسيسية اليوم بكذا وكذا، وناقشوا ايه، ناقشوا موضوع كذا وكذا وكذا، وافقوا على مواد ايه، وافقوا على مواد كذا وكذا وكذا. خبر بس هقول اجتمعت اللجنه التاسيسيه اليوم وناقشت كذا وكذا وطرحت كذا. مفيش مجال ان انا انحاز فيه. طيب امتى اقدر انحاز؟ انا عارف هتساليني او لازم تساليني السؤال ده. لازم تساليني السؤال ده، امتى ابقى منحاز، وده ما عملتوش وما بعملوش خالص، ان هو اتجاهل خبر تاني. بالظبط، هي ده اللي انا كنت لسه هذكره دلوقتي، ان جزئيه تانية من الانحياز ان اختار ايه الخبر اللي انشره، واختار ايه الخبر اللي انا اتغاضى عنه. انا ساعات يجي لي مراسل يقول لي مثلا طيب اروح مؤتمر الزند، اقول له اروح طبعا وصور. يقول لي يا استاذ اسلام ده بيشتموا في الاخوان وبيبهدلوا الدنيا. اقول له ايه يعني،
صوروا ونطلع الشتيمه دي ونجيب رد من الاخوان. هو ده. طب ما هي بقى دي ننقلنا لجزئيه ثانيه، ان احنا ممكن نختار ايه اللي ننقله من الخبر. لا 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 لا، هو ده النقطه، هو ده اللي بيحصل فعلا في قناه انا بخليه. لا 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 لا، في نشرات الاخبار مش هتلاقي الكلام ده. هتلاقي عندي كل المؤتمر مثلا الا ما منعنا من تصويره، خلي بالك يعني مثلا منعنا من الاخوان ولا منعنا لا من منعنا من الجهه الثانيه. هو ساعات بيبقى في برضه منع من ناحيه من لا ما اعرفش يعني. ما اعرفش. لا 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 منعنا. لا بصراحه ما حدش منعني من تغطيه من المديرين عندي من اداره القناه. ما حدش منعني من تغطيه اي مؤتمر انا عايزه. محدش قال لي غطي كذا وما تغطيش كذا، دي ما حصلش. هل حضرتك كنت انا صاحب القرار، بس انا وقعت في مشكله. بعت كاميرامان مع ريبورتر مع مصور مع اسمه ايه ده، مع مراسل، بعتهم لجمعيه عموميه للقضاه وطرد منها. طرد، واضطريت اعمل لها ان هاوس باكج، يعني تقرير داخلي. خدت الخبر من على الوكاله واضطريت اعمل تقرير من عندي من الاخبار اللي جايه من الوكاله. طب هل حضرتك قبل كده وقعت في مشكله ان زي ما كنا فما يجيش حد بقى يقول لي انت ما غطيتش المؤتمر الفلاني ليه؟ اصل هي ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه الجزئيه دي ممكن يعني الحياديه دي تختلف. يعني انا ممكن اروح اغطي خبر، يعني يمكنني ان اذهب لتغطيه خبر معين، ولكن اختار اي جزئيه. يعني انا رحت مؤتمر مثلا ومثلا شتموا في الاخوان، هروح واخده بس الشتيمه واقول بشوفوا بيقولوا علينا ايه. لا انا طلع عندي مؤتمر بيقول، طلع عندي تغطيه في الشارع، او زي ما منتشر دلوقتي المراسل اديت له عليها مكافاه ان هو طلع لي المتظاهرين وبيقولوا يسقط حكم المرشد. ودي كانت نهايه، وقفلت بيها التقرير كمان، صوت ناتشرال ساوند طبيعي، يسقط حكم المرشد. وكافئت المراسل اللي عملها. ليه؟ لانه قدر يوصل ونجح. حتى هو كان ايوه، بس كان عندنا بنوصل ده ازاي؟ كان عندنا مشكله. ما احنا شوفوا احنا حيادين، بس شوفوا دول بيقولوا علينا ايه واحنا لا كان عندنا مشكله ان احنا المراسلين بتوعنا معروفين ومكروهين في الشارع، فينزلوا التحرير يتضربوا ويكسر كاميرات وهم يتضربوا وينزلوا في على فكره. وفي من ما هو في برضه بيتعرض الناحيه الاخرى. يعني انا هلعب معلش، انا هلعب الجهه عشان الجهه الاخرى مش موجوده، فانا هادي الدور ده. لا انا ملاش ان الجهه الاخرى برضه احيانا، ان الجهات الاخرى يعني الجهات المعارضه للاخوان بتذهب احيانا لمؤتمرات حاجه تبع الاخوان وبرضه بيتضربوا وبرضه بيتكسر كاميراتهم. خلي بالك انا مش اخواني. لا انا عارفه، احنا بنتكلم، انا بقول لك انا هقول لك تجربه بقى. انا لا اتبع اي انا محايد فعلشان كده هقول لك التجربه دي. احنا في مليونيه الاخوان، كانت كل قنوات مصر جوه المليونيه بتصور وشغاله. وكمان CBC طلبت مني انها تنقل عن الSNG بتاعي لان الSNG بتاعهم ما اشتغلش، وطلبت مني انها تنقل واديت لهم صوره من عندنا. وكانت كل القنوات وقال لهم يعتدي على اي مراسل من اي بصراحه انا شفتها دي. بس انا كنت انا مراعي حته معينه، ان انا المراسلين بتوعي يعني طبعا بيحصل الهجوم عليهم في ظل ان المراسلين بتوع القنوات التانية ما بيتهاجمش عليهم في مظاهرات الاخوان. لا هو بيحصل، يعني هو بيذكر يعني، بس احنا للاسف يعني قربنا حلقتنا قربت تنتهي. بس هو احيانا بيحصل ان بننقل يعني وسائل الاعلام، او دلوقتي ينتشر في وسائل الاعلام اتخاذ جزء من الخبر او جزء من الجمله ونشرها على ان هذا هو الحوار الاساسي. طبعا ده بيحصل. هذا يحدث في قناه 25 ويحدث في قنوات اخرى. في الاخبار لا انا متاكد. غلطه يمكن ممكن نختم هذه الحلقه بحاجه بشيء حضرتك تعترف ان هذه عيب او مشكله قد يواجهها كل قنوات الاعلام منحازه الذي تتعامل بها. كل قنوات الاعلام منحازه، كلها منحازه، بما فيها مصر 25، بما فيها كل قنوات العالم. أستاذ إسلام شفيق، مدير أخبار القناة الفضائية مصر 25، نشكرك جدا لوجودك معنا في المقهى الثقافي، ونشكرك على هذا الحديث وعلى هذه الصراحة. أنا اللي بشكر حضرتك، ربنا يخليك. أعزائنا المستمعين، انتهى وقت مقهانا الثقافي. كان معكم نور حسين، وإلى اللقاء.